السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف الصحة وسلامة. كنتمنى اللي كيشوف القناة أول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمني بلايك. اليوم غنشارك معكم واحد الكيك بنكهة ديال القهوة. هو كيك دغيا كيوجد المكونات ديالو جد بسيطة، وتقدروا تحضروا هذا الكيك حتى في مناسبة الأعياد الميلاد كيجي جديد. تابعوا معايا الفيديو إلى الأخير. بسم الله، نبداو إن شاء الله بالمقادير. بسم الله على بركة الله، نبداو ان شاء الله بالمقادير. عندي المقادير كالتالي. عندي هنايا هاد الكيك انا كنصاوبو بقهوه سريعه الذوبان. عندي هنا كاس ديال زيت المائده ما يعادل كاس العلبه، وكاس ديال سنيده، وعندي كاس ونصف ديال دقيق الفرص، ودانون بنكهه ديال الفاني، وعندي هنايا معلقه ديال قهوة سريعة الذوبان، و3 ديال شاصية الخميرة الكيماوية يعني ما يعادل 21 غرام، و4 معالق ديال الكاكاو، وعندي هنايا 4 ديال البيضات. ندوزو ان شاء الله المرحلة التالية. في الخلاط الكهربائي كنوضع كأس ديال زيت المائدة يعني كأس العنبة، وكنوضع كأس ديال سنيدة، و4 ديال البيضات، وكنخلط هاد المكونات ديالي في الخلاط الكهربائي حتى كيتخلطوا مزيان، وندوزو ان شاء الله المرحلة التالية. ما كتشوفوا من بعد ما خلطت المكونات ديالي جيدا في الخلاط الكهربائي كنحصل على هذا الشكل ديال الخليط. كنضيف المكونات المتبقيه اللي هي دانون والكاكاو. ما كتشوفوا من بعد ما خلطت المكونات ديالي جيدا كنضيف دانون بنكهه الفاني والكاكاو اللي سبق ليا غربلته. بعد ما خلطت المكونات ديالي في الخلاط الكهربائي كنضيف باقي المكونات اللي عندي هنا. كاس ديال الدقيق كنغربلو، يعني كنضيف غير كاس، من بعد كنضيف داك نصف كاس يعني على حساب الخليط، وكنضيف الخميره الكيماويه يعني عندي 21 غرام، يعادل 21 غرام حتى هي كنغربلها. يعني داك نصف كاس ديال الدقيق كنضيفو في الاخير. يعني هنا في الكيكه راه عطاتني احتاجت ليها كاس ونصف كاس العنبه. من بعد ما غربلت الدقيق والخميره الكيماويه كنخلط هاد المكونات جيدا. هنا درت غير كاس ديال الدقيق، ومن بعد غادي نضيف داك نصف كاس لان الكيكه احتاجت ليا كاس ونصف. كنخلط المكونات جيدا حتى كتجمع ليا الكيكه، حتى داك الدقيق يكون تخلط هو والخميره مع المكونات. هذا الكيك لذيذ وكيجيب نكهه ديال القهوه، يعني تقدروا توجدوه حتى في مناسبه الاعياد الميلاد. هنايا وجدتو انا بمناسبه الحفله اللي عند الابنه ديالي في المدرسه، بغيت نشاركو معكم. وكنخلط المكونات ديالي جيدا حتى كنحصل على هذا الشكل، وندوزو ان شاء الله المرحله التاليه. بعد ما خلطت المكونات جيدا
كنضيف داك نصف كأس ديال الدقيق المتبقي، يعني نحتاج غير كأس ونصف ديال الدقيق، يعني هاد المكونات كاملة، يعني الكيكة غتحتاج كأس ونصف ديال الدقيق. كنغربلو، وكان سبق انني دهنت المول ديال الكيكه بالقليل من الزبده والدقيق، وحطيته في الفريغو يعني في الثلاجه لمده ديال 10 ديال الدقائق، وكنخلط هاد المكونات ديالي جيدا. من بعد ما كنخلط المكونات ديالي جيدا، كنضيف داك نصف كأس ديال الدقيق المتبقي، كنغربلو وكنخلط المكونات جيدا. كنخلط المكونات ديالي جيدا. بعد ما ضفت داك نصف كأس ديال الدقيق المتبقي كنخلطهم جيدا حتى كنحصل على هذا الشكل، يعني الكيك كيجي خفيف كيف ما كتشوفوا. كنخلطه جيدا وكيجي على هذا الشكل، وندوزو ان شاء الله نخويوه في الانيه ديال الفرن. كيف ما كتشوفوا بعد ما دهنت الانيه ديال الفرن بالدقيق والقليل من الزبده، كنصب فيه الخليط ديال الكيك وكنخويه من الفوق باش يقدر يتسرب ليه الهواء، وهذا سر من اسرار نجاح الكيك. وكنوضعوه في الفرن على درجه 180 درجه لمده 20 دقيقه. كيجي هذا الكيك لذيذ وخفيف بنكهه ديال القهوه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما وضعت الخليط في الانيه ديال الفرن، غندخلوا الفرن على مده 20 دقيقه على درجه حراره 180 درجه، ونرجعوا ان شاء الله باش نزينوا الكيك ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنسقي الكيك هو ساخن بالسيرو ديال القهوه سريع الذوبان والماء. كنسقيه جيدا وهو ساخن حتى كيتشرب داك السيرو ديال القهوه سريع الذوبان والماء جيدا. وكندوز ان شاء الله نزينو بالشوكولات. نزينو الكيك غنحتاجو فيرنيسيل ملون والشوكولات ودانون بنكهه ديال الشوكولاته، جوج ديال دانون ديال الشوكولات والشوكولات ديال اللي كنستعملوه في كوكيز، والشوكولات الابيض اللي كنستعملوه في كوكيز، وعندي حتى الفيرنيسيل ديال الشوكولات اللي ما واضحش في الصوره. كما كتشوفوا من بعد ما ذوبت الشوكولات كنضيف ليه جوج ديال دانونات بنكهه ديال الشوكولات وكنخلط الخليط جيدا، ومن بعد كنحطوه فوق الكيك.
كتشوفوا كنوضع الشوكولات فوق الكيك حتى كنوضعو كامل كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما وضعت الخليط ديال الشوكولات فوق الكيك كنزينو بالقطع ديال الشوكولات وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم الكيك تجربوه ودعموني بلايك، واللي كيشوف القناه اول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس. وشكرا لكم على المتابعه الى الاخير.